احمد يحيى. نعم. فبعدين بيقول لي امير توفيق عايز يطمن عليك. اول مره تسمع بقى اسم بالظبط. النادي الاهلي؟ بالظبط. اه الراجل كلمني طبعا، انا بشكره. امير كلمني اطمن عليا وقال لي انت لو عاوزت اي حاجه كلمني وانا معاك وزي اخوك، مفيش اي حاجه، ما قاليش حتى اي حاجه تخص النادي الاهلي. كويس. فانا من هنا خلصت رجعت مصر. طبعا كنت اول ما رجعت مصر انا كلمت الناس يعني كباتن في نادي الزمالك. نعم. قلت لهم ان انا راجع النادي. بالظبط ده اللي حصل. كويس. راجع النادي. ما كانش فيه اي مداخله من او اي حد كلمني من ساعتها من النادي الاهلي غير ان امير توفيق اطمن عليه. بس هو ده اللي حصل. حلو. لما انا رجعت كلمت حد في نادي الزمالك. يا جماعه انا عايز ارجع. لان انا مش هكمل احتراف. قالوا لي كلموني ساعتها وقالوا لي طيب حاضر. واسبوع جاب التاني. انا دلوقتي واحد لو مش عايزك رحت حضرت التمرين في نادي انا الزمالك لو مش كمان. عايزك يا كابتن انا مش هجيلك. نعم. دي شخصيتي. كويس. انا فضلت في النادي شهر ونص. محدش بيسأل فيا. كنت بروح اعمل ريكفر في النادي واخد بعضي وامشي. ولحد دلوقتي الاهلي ما ظهرش في الصوره ما كانش ولا فيه بدات تندع ما بقى؟ كانش فيه لسه الاهلي. نعم. فبعدين كنت قاعد اتكلمت مع كذا حد من نادي الزمالك. انت اللي بتتكلم؟ يا جماعه انا عايز ارجع. يا جماعه انا عقد انا مش هكمل هناك. رجعوني. لحد ما في حد من هو موجود دلوقتي. انت مش عايز تقول اسماء؟ لا مش عايز اقول اسماء. بلاش. موجود دلوقتي قال لي موجود موجود مسؤول في الزمالك. موجود. نعم. قال لي فني ولا اداري ولا فني؟ ماشي. قام قايل لي طب ما تدفع انت الفلوس. تدفع 2 مليون دولار؟ بالظبط. قلت له ادفع انا الفلوس ازاي وانا قايل لهم ان انا همشي؟ ايوه. يعني ازاي ادفع الفلوس؟ هجيب منين اصلا؟ بالظبط. صحيح. فبعدين قال لي خلاص احنا هنشوف حل. فانا فضلت يا كابتن اكتر من شهر بكلم الناس محدش رد عليا. في لعيب انا كلمته وهو شاهد على كده. من كباتن نادي الزمالك هو شاهد على كده. نعم. انا كلمته كذا مره قلت له انا عايز ارجع النادي ومفيش حد بيكلمني. نعم. محدش كان بيرد عليا طبعا. في الوقت ده يا كابتن كنت انا ساعتها خلاص انا ما كنتش عارف انا هعمل ايه. لا عارف ترجع الدنمارك مش عارف اعمل ولا ايه. عارف ترجع الزمالك. وانا الاصابه برضو الاصابه كانت معطلاني. ساعتها لقيت احمد يحيى كلمني. احمد يحيى ده وكيل لاعبين شهير جدا بالزبط. ومحترم جدا في مصر. بالظبط. كلمني ساعتها قال لي استاذ امير عايز يكلمك. كويس. قلت له تمام. احنا بنتكلم على امير توفيق مدير التعاقدات بالزبط. في النادي الاهلي. بالظبط. الراجل بصراحه كلمني بشكل كويس. مفيش حد يا كابتن في مصر هيجي له النادي الاهلي ويرفضه. تاني قول الجمله تاني. مفيش حد في مصر هيجي له النادي الاهلي ويرفضه. حلو. انا ساعتها الناس لما لقيت مفيش تقدير في نادي الزمالك. وبصراحه الناس يعني خلاص اول ما استاذ امير كلمني امير توفيق كلمني. نعم. خلاص انا قفلت قصه نادي الزمالك. قفلت خلاص. نعم. خلاص حتى هم بعديها بداوا يكلموني. يعني في لعيبه دلوقتي زعلانه مني عشان انا ما كنتش برد عليهم. نعم. طب ما انا لما كنت بكلمك انت ما كنتش بترد عليا. من اللعيبه. نعم. انا ما كنت بكلمك عشان اقول لك انا خلاص انا مش هرجع النادي وخلي نادي الزمالك يتحرك. ما كانش في حد بيتحرك. حلو. بس بعديها استاذ امير كلمني والراجل بصراحه ما قصرش في اي حاجه. وقال لي وعد وقلت له وعد خلاص. بس وعد كلمه. طبعا طبعا. قلت له طبعا انا ليا الشرف ان العب في النادي الاهلي والراجل اتكلم معايا باحترام وساعتها خلاص كان كل حاجه كانت مفاجاه ان امير يكلمك انه يعني بصراحه اذا هنا خلينا عشان نحط النقاط فوق الحروف. قصه انه الاهلي كان مربط عليك قبل ما تسافر للدنمارك انت بتقسم ان هذا الامر لم يحدث. لا ما حصلش والله على الاطلاق. والله ما حصل. طيب قصه انك اول ما رجعت كان عينك على النادي الاهلي والنادي الاهلي اللي رجعك من الدنمارك هذا الامر لم يحدث. كانش فيه الكلام ده على الاطلاق. قصه انك لما رجعت رحت نادي الزمالك عشان ترجع تكمل مسيرتك قالوا لك معناش فلوس وعايز ترجع ادفع. ما كانوش يا كابتن. كانت في ناس ما كانتش بترد عليا. ناس من المسؤولين موجودين وفي مجلس الاداره. نعم. اكلمهم ما كانش في حد بيرد عليا. كويس. وما كانش لسه في والله ما كان في حد من النادي الاهلي كلمني فعلا خالص. ما كانش في حد لسه كلمني. ظهر النادي الاهلي. بالظبط. ما فيش حد بقى يا كابتن هيجي له فرصه زي دي ويسيبها بصراحه يعني مستحيل طبعا. بالظبط. النادي الاهلي يعني طيب يبقى موضوع الكوبري بتاع ميتلاند ده انت كده بتنسفه نسف تماما خالص والله. خلاص ملوش اساس من الصحه. مفيش والله يا كابتن. هنا بقى دي حلقه للتاريخ وشهاده للتاريخ
عشان نرد على كل ما قيل عن امام عاشور من قبل. واعتقد انه صادق جدا، مش اعتقد، انا متاكد انه صادق جدا في كل كلمه بيقولها. ازاي بدات المفاوضات مع الاهلي؟ كانت مفاوضات صعبه ولا كانت مفاوضات سهله؟ لا خالص والله يا كابتن. يمكن الاستاذ امير توفيق طبعا اول ما كلمني انا كنت مبسوط جدا طبعا، وقلت له ان انا ليا الشرف طبعا ان انا البس تيشيرت النادي الاهلي. بس واتقابلنا يمكن مقابلتين بالظبط. مقابلتين؟ بالظبط. مع امير بس؟ بالظبط. بس هو تعب طبعا في الموضوع بسبب ان طبعا تعب هو احمد يحيى طبعا وجاده. ده عبد الرحمن دادو برضه صديقه الصدوق وبرضه احد وكلائه، صح كده؟ طبعا انا بقول صح؟ صح كده. يلا. بس بعديها نشكره بصراحه، كان ليه دور كبير جدا بالزبط. في اللقاء ده. اتفضل. بعديها خلاص لما عرفت ان خلاص النادي الاهلي يعني خلاص خطوات اتقابلنا مرتين، مره قدام النادي الاهلي مره في البيت عندي ومره قدام النادي. اول مره جه زارك في بيتك؟ في بيتي مضيت انا على مضيت على طول. ما تشردتش بقى في والله ولا بصيت في اي حاجه. انت بتهزر؟ كابتن انا في ايه يا كابتن؟ النادي الاهلي، انا بكلمك عن النادي الاهلي، هبص في ايه يا كابتن؟ انا يا كابتن معروف عني ان انا راجل انا ما بحبش اخسر، انا بحب البطولات. ايوه. فلما يجي لك النادي الاهلي يعني هتقول ايه؟ انت بتتكلم بجد؟ والله يا كابتن. يا ما قلتلوش العقد بكذا الفلوس والله كذا. ما بصيت في حاجه، والله ما بصيت في حاجه. استاذ امير توفيق موجود. لو ليك كلام مع طبعا ده اخويا الصغير، اساله. ما فيش اي حاجه والله يا كابتن، ولا بصيت في فلوس ولا عارف انا باخد كام. والله لحد وقتنا هذا انا ما اعرف انا باخد كام، لكنه كان في تقدير كويس. ايوه طبعا. نعم بصراحه قدروني يعني بصراحه الواحد بيتعامل معامله في النادي الاهلي، يعني هشكر ناس كتير بصراحه جوه النادي الاهلي. الواحد بيشوف منهم حب، يعني بتشوف منهم حب طبعا جبار بصراحه، سواء من اللي موجودين في النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي طبعا. فبس ساعتها انا بقى خلصت والحمد لله يعني. طيب اول مسؤول التقيت بيه بقى في النادي الاهلي؟ اول يا كابتن؟ اول مسؤول غير امير بقى؟ هو استاذ امير انا ما شفتوش الا ساعه المناوشات الاولانيه. بس بعد كده كان موجود الكابتن سيد عبد الحفيظ. ايوه. ما لحقتوش انا، مشي. بعد كده جه الكابتن خالد بيبو. ايوه. بس الناس قعدت معايا واتكلموا معايا، يعني ما كانش في اي حاجه خالص. كان اول حاجه ليا كانت معسكر النمسا. نعم. يمكن انا شفت كابتن محمود الخطيب. شفته مره واحده. دي اول صوره امير توفيق عبد الرحمن، مظبوط كده؟ محمود صاحبي. دي اول صوره. ده اول ده في ماتش النادي ايوه الأهلي. ده كان ماتش حرس الحدود اللي النادي الاهلي اتوج بيه بالدوري. تمام. حلو. كان ده اول ماتش ليا احضره. طيب كمل. جيت بعد الكابتن خالد كابتن محمود الخطيب. لا احكي لي، ما انا ما عديش الحوار ده. انا شفت الكابتن محمود الخطيب الا 3 مرات او 4 مرات لحد دلوقتي. ساعه ما دخلت النادي غير المقابلات اللي في بالظبط اللي في الملعب. بس فيس تو فيس كده 4 مرات او 3 مرات حاجه زي كده. احكي لي اول لقاء. اول مره طبعا لما شفته هيبه طبعا كان في معسكر النمسا. في المعسكر. حلو قوي. طبعا مهما اتكلم عليه طبعا مش هعرف اديله حقه. كابتن محمود بيتعب معانا طبعا، كابتن الخطيب بيتعب معانا طبعا. انت بتحب الكابتن الخطيب من زمان اصلا؟ مفيش حد يا كابتن. نعم. هو ده سؤال يا كابتن؟ طبعا سؤال. مفيش حد ما يحبش الكابتن محمود الخطيب طبعا. نعم. ولما اتعاملت معاه حبيته اكتر؟ طبعا. نعم. شخصيه محترمه جدا. اتقابلنا اول مره في النمسا. احكي لي اللقاء. هقول لك هو احنا قعدنا دقيقتين بالظبط. دقيقتين والله. قال لي كلمتين فيهم. واحد قال لي عايزك تركز ما تشغلش بالك بحاجه. تاني حاجه ما تخسرش جمهور نادي الزمالك. ما تخسرش وانا لحد وقتنا هذا انا مش هنسى له الكلمه دي. وانا لحد وقتنا هذا عمري ما اخسر جمهور الزمالك. ده الكابتن الخطيب اللي بيطلب قال لي كده، رئيس النادي الاهلي قال لي كده وانت جاي من نادي الزمالك. والله قال لي كده ركز مالكش دعوه بحاجه. وقال لي ركز في الملعب مالكش دعوه باي حاجه ثانيه. وما تخسرش جمهور نادي الزمالك. ده ايه الاحترام ده والله العظيم. انا فضلت باصص له كده وبصيت له. قلت له حضرتك انت مش متعود على الكلام ده. عدها لي يا كابتن. عدها لي انا. فبعدين بصيت له كده شكرته طبعا وقلت له حاضر يا كابتن هيكون عند حسن ظنك ان شاء الله. اللقاء الثاني